السلام عليكم، مرحبا بكم. شني أحوالكم؟ يا رب الكلكم تكونوا بخير في أحسن الأحوال. شاركتكم مدبارة هكا الفطور، تنفعكم فطور ولا عشاء كيف ما تحبوا انتوما. حاصلوا إذا كان قلقتوا وفديتوا وكرهتوا الكوجينة كيفي وماذا بيا تدخلوا تعملوا فطور زرابي فيسع وتخرجوا الفيديو هذا ليكم. ما نطولش عليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تشاركوا الفيديو مع حبايبكم واصحابكم وتعطوني رايكم في الكومنتات. به توكلت على ربي وقلت بسم الله وبديت اول حاجه في تحضير الدجاج. جبت الطنجره نتاعي، حطيت فيها شويه زيت، كعيبه بصل قصيته كيف نشوف كيما هكاكا، وحطيت طرف الدجاج اللي عندي، سامحوني، شويه بخار شويه زر، الحصير هو اللي عندي حطيته. ومن بعد حطيت عليهم لفاحات، انا مش على الغاز من اللوطه، حطيت لفاحات ما قليتوش، راه هكاكا وكاهو. حصيله حطيت لفاحات نتاعي اللي هو ملح، فلفل اكحل، فلفل احمر، شويه كركم، تنجموا تعوضوه بالزعفران يزيدكم بنه على بنه، وحطيت معاه شويه زعتر وكليل، وفي الاخر ضفت كعبه هيل معناها بالصدفه، فهمتوا؟ يعني انتم تحبوا تستغنوا عليها ولا تحبوا تحطوها. ومرقت بالماء نتاعي يكون يغلي كيما هكاكا، وحطيتها طيب على روحها، غطيتها وخليتها طيب على روحها. ولهنا تعديت باش نحضر الخبز هذايا نودكم ولا نشهيكم يا البنات. ايوه ركزوا معايا وقيدوا الريسيت. عندي 400 جرام فرينه، باش نضيف عليها 150 جرام سميد ارطب. السميد هذاك صبة متشككة فيه، قلت خليني نغربلو خير. وضفت عليه حكاية كيك ربع كاس زيتونة، زيتون ينكهها على الاخر راهو. باش نحط توا الملح، حطيت حكاية كيكة مغرفة صغيرة معبية كيكة ملح، حسيلو بعينيكم انتم هكا قيسوا وشوفوا. وباش نضيف الخميرة وما طلعتهاش المرة دي، حطيتها طول على الخليط نتاعي. حطيت مغرفة صغيرة معبية خميرة متاع خبز، مغرفتين سكر، مغرفتين صغار سكر، وحطيت مغرفة كبيرة حليب بودر، تنجموا تعوضوها بالحليب السائل. الحليب بودر، مغرفة حليب بودر تعوض كاس حليب عادي. معناها إذا كنتوا ما عندكمش حليب بودر تنجموا تحطوا في بلاصتها حليب عادي، تولوا تعجنوا بالماء والحليب مع بعضهم. اما الحقيقه الحليب بودر انا نحسه خير، يعطي العجين هكا هشاشه وبنه اكثر، فهمتوا؟ انتم احرار المتوفر عندكم اعملوه. هذوما هما المكونات نتاعنا. من بعد باش نضيف عليها الماء، اذا السكر انا حطيته حسب باش نضيف من بعد الماء يكون دافي. حطيت من الاول حكيت هكاكا كاس، ومن بعد قعدت نضيف بشويه معناها انتم عندكم ميزانكم، تنوريكم انا في العجينه في الاخر كيفاش لازمها تكون. وحطيتها حسيلو تتعجن هكا. انا البنات استعملت الروبو باش يسهل عليا في العجين، نتوما تنجموا تعجنوا على يديكم عادي، راهي ما تلعبش والله، معناها عجينه خفيفه. اما الحقيقه مادام واحد يعني عنده باش يعوض خليه يعوض، يعني حاجه تعاون. ولا غالب انا العجينه نتاعي تكسرت لي عزين عليها مش نورمال والله البنات. الحمد لله جاب ربي عندي الروبو ذا يعاون باهي. ها هو تو القوام كيفاش يكون، حسن قعدت نوري ونعاود حبيتكم تعرفوا كيفاش يكون. تكون الطريه تتلصق شويه، ما تكون السايلة راهي، وما تكونش كتري تمد ايدك فيها تغطس. حصل وغطيتها وخليتها باش تخمر، وتعديت لهنا باش نحضر معاكم الصوص على الطريقة السحلية يا البنات، راهي تجيكم بنينة، راني نموت عليها الصوص هذيا مش نورمال. حطيت الطنجرة نتاعي، حطيت فيها شوية زيت يسخن، ما تسخنوش الزيت برشا باش الفلفل ما يتحرق لكمش. باهي ولهنا شقيت الفلفل وباش حشيته جبت شطرن راس ثوم، حطيت معاه كيما نقولوا احنا مغرفة هكاكا كروية، قرن فلفل شايح احمر شايح، وشوية ملح، وهرستهم مع بعضهم مليح وخذيت منهم شوية اللي حشيت به قرون الفلفل هنا وقت اللي حطيتهم تتقلى، والبقية باش نحطهم من بعد مع الصوص. حسلوا مردوا بالكم الفلفل يتحرق لكم باش من بعد ما يسيب لكمش المرارة ويبقى بنين. ماذا بيا تستعملوا فلفل يكون حار الغالب الفلفل هذا اللي عندي مش محرحر كما نحب انا. حسيت نحيت الفلفل وحطيت لهنا طماطم كعب انا مقشرتها ونحي منها الزراع خاطر الزراع متاعها خضراء. باهي استعملت لهنا تقريبا 3 كعبات طماطم باهيين هكا خشين. وباش نضيف لهنا كما قلت لكم هذاك اللي حضرته اللي هو الثوم والكرويه والملح والفلفل الشايح الاحمر. وحطيتها كيف هكاكا، حطيتني طماطم تهبه يا البنات، خلاها تهبه. من بعد نضيف عليها مغرفه، نقولوا احنا كيكه مش كبيره اما مش معبيه على الاخر، طماطم معجونه. راهو الطماطم اللي عندي لهنا اخف من الطماطم في تونس، هذاك علاش نضرب لكم الكميه اكبر من اللي انا نقول لكم عليه. باهي حاصل من بعد خليتها تتقلى مليح باش تتنحى اكل القروسيه الكل. ومن بعد باش نضيف عليها الفلفل اللي انا نحيته ديجا من الاول باش نرجعه معاها اكل الفلفل هذاك راهو يعطيها طعمه وبنه مش نورمال. باهي اما قبل ما نضيف الفلفل باش نحط شويه فلفل احمر
حكيت هكاكا مغرفة صغيرة فلفل أحمر، وحسب ما نتوما تحبوا الحرورية، وباش نعدل الملح معناها باش نزيدها شوية ملح كان ناقصة ملح كيف ما تحبوا نتوما، لهنا وفي الفلفل نتاعها ما تستحقوش باش تزيدوها حتى شيء. هاكا تو باش نزيد لها أنا قرون الفلفل، ما نعرفش علاش لتو ما زدتهمش فاش نستنى. هسه باش نزيد لها قرون الفلفل، خليتها تتقلى لهنا مليح مليح كيما قلت لكم، كل شيء نتحركها باش ما تتحرقش، نضيف قرون الفلفل ومن بعد باش نمرقها بماء يكون سخون يغلي، ونخليها حتى شنين تطيب. باهي. ليلة محمد رسول الله، تحبوا تخلوها صوص صافي كيما كيكا ولا تحبوا في الاخر تفقسوا فيها العظم منا ولا منا راه يجيكم بنينه. والبنيه تجربوها اذا كان عمركم عملتوا الصوص بالطريقه هذه صدقوني راه يجيكم بنينه 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 مش نورمال. حتى في الدار لهنا يحبوها على الاخر، وساعات نعملها نحسها اسرع حتى من العجة معناها فيسع فيسع نعملها نقلي شويه كبات بطاطا ونفقس فيها العظم وتجي بنينه. اما الحقيقه المره دي ما فقستش فيها العظم على خاطر عندي بنتي ما تحبش العظم، خفت تنكر وما تفطرش منها. الحاصل حطيت على جنب الطيب، ولهنا تعديت باش نقسم الخبيزات نتاعي بعد ما كانوا خمروا. اغزروا كيفاش خمرت الحقيقه، انا البنات راني خليتها خمرت برشا وما ننصحكمش تخلوه يخمر برشا. الله غالب انا على اساس اني انا باش الفطور هذايا روحت مأخر كنت لبرا وروحت نجري حاسيلو باش نطيب فطوري. يا اخي تلهيت منا كهو، حاسيلو نسيتهم اللي هما معناها قعدوا يخمروني بزيت. الحقيقه جاو يهبلوا راه والله العظيم جاو بنين على الاخر، اما الحقيقه الشكل نتاعهم مفسد من كثره التخمير. المهم قسمت كيما هكيكا قداش عدد الخبزات اللي نحب عليهم كبار ولا صغار، وباش نحط فما خبيزات حطيت عليهم شويه زراع وخبيزات خليتهم بلاش خاطر مش الكل يحبوا لهنا الزراع. باش نعاود نكعبرهم ونحلهم شويه ونغطيهم ونخليهم يزيدوا يخمروا شويه حتىش لين انا نكون سخنت المقله ولا الطاجين ولا حاجه باش نطيب فيها. ماذا بيا طيبوا في حاجه تكون خشينه شويه، انا طيبت في القليه التيفال نتاعي اما خشينه بالكدا بالكدا تشد السخانه معناها. هكا هو وديجا حطيتها انا بجنب القاص، قلت باش في ساعه معناها تخمر وتاخذ راحتها. حاصل كيف سخنت القلاية متاعي بديت نحط في الخبيزات كيف ما تشوفوا كيما هكاكا، ما نخليهمش يطيبوا على وجه واحد معناها الوقت الكل، لازم معناها دوب هكا شويه ما تتبدل لونها، نبدا ندورها نقلبها يمين يسار اقعدوا اقلبوا باش تجيكم معناها من جهتين طايبه بالقدا، ما تجيكمش جهه هكا اللي تبدا طايبه بالقدا حمراء وجهه تبدا مبقعه. فهمتوا قصدي؟ البنات الخبز اقسم بالله العظيم جاي روعه 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 روعه. تنجموا تعملوا منه سندويشات، تنجموا تعملوا منه شاباتي كيف ما تحبوا انتم، تنجموا تعملوا منه كميه وتخبوها في الكونجيلاتير وقت اللي حاجكم تجبدوا وتسخنوا، وسهله وبسيطه على الاخر. حسيلو عملت انا شويه خبيزات هكا خشان شويه وشويه خبيزات عملتهم جويدين كيما نقولوا احنا فيهمش برشا بيبه خاطر كل حد في الدار فينا شنو يحب، فما اللي يحب البيبه فاللي ما يحبش البيبه. وما شاء الله هما انا الحقيقه ما جاونيش برشا الخبزات والله نسيت قداش من خبزه، حسيت نشوف معاكم في الاخر اما ما شاء الله يعني تاكلوا الكل يعتبروا في الفطور ما قعدوش. خاطر أنا في العادة ديما نطيب الرز الأبيض، هم ياكلوا بالرز الأبيض معناها عندي في الدار في بلاصة الخبز ياكلوا بالرز الأبيض، ما طيبتش نهارتها رز أبيض قلت هاكا الخبز يجزي خير وبركة من عند ربي. حسيلو شوف فيا البنات كيفاش نقعد نقلب أقلب كل شوية ما تخلوهاش فهمتوا. حسيلو كملت الخبيزات نتاعي ولهنا حبيت نوريكم الدجاج اللي احنا عملناه، شوف كيفاش معناها شرب بالكدا وكل شيء ديريكت. انا باش ناخذ الدجاج من غادي ونحطه في القلايه نحمرو، تحبوا تخلوه كيما كيك انتم احرار، انا خليت الجلده نتاعو باش نحمرو. ومن بعد الصوص هذيك اللي فضلت باش نحطها في صحن ونحط فوق منها الدجاج، راه تجيكم بنينه 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 على الاخر. وعلى جنبها هكا قاعده نقلي في البطاطا، حسيتوا تنجموا تقلوا الدجاج في شويه زيت وزبده، اما الحقيقه انا حطيت زيت وكهو. ديجا قلت لكم انا شوفوا روحت مخر ونزل باش نطيب فطوري على اساس انه انا مش باش ياخذ مني وقت. حسيتوا كيف ما قلت لكم كملت قليتها هكا شويه البطاطا وقليت 3 كعيبات عظم. هكا هو هذا الفطور متاعنا بعد ما حضر البنات. اول حاجه حبيت نعتذر منكم على جوده التصوير اذا كان خايب، الله غالب. شني راجعة في فورمة متاع التصوير، أما رغم هذا إن شاء الله يا ربي يكون الفيديو مفيد ليكم. برحق ننصحكم إنكم تجربوا تعملوا الصوص هكاكا الدجاج راهو يجيكم بنين على الآخر، والخبز زادا راهو روعة روعة روعة. قعدت نوريكم الصوص كيفاش نجموا تاكلوها معاه. الخبز زادا يجيكم يهبل طري خفيف. حسيلو وصلنا لهنا في الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تعطوني رايكم في الكومنتات وتشاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم.